ازيكم يا احلى باشمهندسين من قناة سنتكس لاب. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض المسألة اللي ظاهرة قدامكم دي. في المسألة باختصار بيقول create function that takes an array of numbers between 1 and 10. يعني بيقول لك انت هتعمل function دي هتاخد array منك. الاري دي فيها ارقام من 1 ل 10، لكن الاري دي او الارقام دي ناقصة رقم، والفانكشن دي دورها انها دي turn the missing number او دورها انها ترجع الرقم المفقود. زي تعالى بص في الامثله اللي هنا، عندي array فيها 1 و2 و3 4، هنا في 5 ومش كاتبها فالarray هطلع لي 5. كاتب لك تحت خد بالك ان الarray دي ممكن تكون unstored او not in order، يعني مش مرتبه. بيقول لك ان only one number will be missing، يعني رقم واحد بس هو اللي هيبقى مفقود. السؤال ده احنا هنشرحه الاول، بعد كده ندخل على كواد ونحله ونكتب الكود بتاعه. دلوقتي أنا لو عندي رياضيا يعني أرقام 1 زائد 2 زائد 3 زائد 10، يعني كل الأرقام من 1 لغاية 10 بحسبة بسيطة على الآلة كده هتلاقيها ب55. تمام. لو في رقم من الأرقام دي مفقودة أو ما جمعتهاش مثلا، مش هيطرح من ال55. يعني مثلا خلينا نكتب نفس اللي احنا كتبناه فوق وتعالى بلون تاني كده، نكتب 1 زائد 2 زائد 3 زائد لغاية 9. ما كتبتش هكتب 10. لو جيت جمعت دول على الآلة هيطلعوا ب45. بطرف عينك كده لو لقيت إن أنت طرحت ال55 ناقص ال45 هتطلع لك 10، أو هيطلع لك الناتج المفقود أو الرقم المفقود يعني من مجموع الأرقام. طيب دي إزاي بقى تتنفذ في الكود؟ المرة دي إن شاء الله هنحل السؤال بلغة C Sharp. لغة C Sharp ما تختلفش كتير في السينتكس عن لغة جافا، بس برضو هنحلها لأن في ناس طلبت إن إحنا نحلها بلغة تانية غير الجافا. هنعمل نفس اللي إحنا عملناه في الفيديو بتاع الجافا واللي إحنا لسه شارحينه. إحنا كل اللي إحنا عايزين نعمله إن إحنا هنكريت فانكشن. طب نكريت فانكشن في C Sharp نفس الطريقة بتاعة الجافا، ونسميها missing number أو missing num وقوسين 2 brackets، ويبقى كده عملنا الفانكشن أو الميثود اللي هتعمل العملية وهترجع لنا الرقم المفقود من الاري. قلنا إن في int total بيساوي 55. طبعا 55 دي جت منين؟ 55 دي جت من مجموع الاري اللي هي المين اري زي ما قلنا، اللي احنا هنطرح منها بعد كده الاري اللي احنا هنشتغل عليها. دلوقتي محتاجين نكتب الاري اللي احنا هنشتغل عليها. هو اللي هو عايزه ان احنا هنكتب الاري في المين ونمررها على الفانكشن. نيجي ندخل في المين نعمل array int قوسين ونسميها بتساوي الفاليو بتاعتنا اللي هي كانت من 1 لغاية 9، وبرضو هنعمل نفس المثال اللي كان فيها 10 مفقودة وسيميكول. دي كده الاري. ازاي نمرر الاري دي على الفانكشن؟ قلنا في الفيديو بتاع الجافا هنقول تاني إن محتاجين نعمل حاجة اسمها بارامتر. البارامتر ده هو اللي بيتكتب ما بين القوسين اللي جنب الفانكشن دي. البارامتر هو الوسيط اللي ما بين المين واللي بين الفانكشن، هو ده اللي بياخد الاري او اللي بياخد الفاريبل من المين يدخلها في الفانكشن بيرجع لك القيمة. ازاي تعمل بارامتر؟ كأنك بتعرف فاريبل او بتعمل ديكليريشن لفاريبل او بتعمل ديكليريشن لاري int قوسين وسميها اي اسم. انا هسميها اكس
وطبعا زي ما قلنا الايرور ده ظاهر من ان انا لازم اعمل ريتيرن، بس طبعا الريتيرن هيجي في الاخر. بس ننزل عند المين عشان نستدعي الفانكشن، هنكتب اسمها missing num، نعمل قوسين ونكتب اسم الاري بتاعتنا. انواع الاري اللي احنا كتبناها في المين، ليه اللي احنا كتبناها في المين؟ دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ الاري دي لما انا كتبتها هنا هتطلع فوق في الفانكشن، هتدخل في الاكس، هيبقى الاكس دي هي الاري دي. فلما تيجي تتعامل مع الاري اللي تحت دي في الفانكشن هتتعامل معاها بالاسم الجديد اللي هو الاكس. دلوقتي احنا خلصنا شغل المين، ناقص لنا حاجه بسيطه، ان احنا محتاجين نطبع الناتج اللي هيرجع لنا بعد ما يعمل العمليات الحسابيه بتاعته. وده زي ما كنا بنعمل برضو في الجافا system.out.println. في C# بتختلف console.writeLine، تفتح قوسين سيمي كولون وتاخد دول تحطهم جوه القوس. بس كده انت عملت طباعة للناتج اللي هيجي من الفانكشن. هنعمل في الفانكشن نفس اللي احنا عملناه في الجافا، ولو انت ما اتفرجتش على فيديو الجافا لازم انت تتفرج عليه، يعني في معلومات كتيرة جدا انا مش هقولها في الفيديو ده علشان وقت الفيديو. for عشان نلف على الاري، وانت اي بصفر انا يشتغل طول ما الاي اصغر من الاكس. وخد بالك ان انا كتبت اكس الاري الجديدة بتاعة البارامتر دوت لينس، والاي دي كل لفة هتزيد بمقدار 1. احنا عايزين نعمل variable علشان يشيل مجموع الاري الجديدة، ان احنا زي ما قلنا هنجمع الاري دي، وبعد ما نجمعها هنطرح التوتال منها، او هنطرحها من التوتال يعني. طيب نفس الفكرة برضو اللي قلناها في الفيديو بتاع الجافا، انت لو سميناها الصم وعملناها جوه الفور وادينا له قيمة افتراضية بزيرو وعملنا سيمي كولون، وقلنا ان الصم ده في كل لفة موجب equal xi، يعني في كل لفة نفس القيمة اللي جوه الصم وهتجمع عليها الفاليو الجديدة. وجيت تحت هتقول له return التوتال ناقص الصم، هيديك ايرور. طيب ليه هيديك ايرور؟ لان هو الصم ده جوه الفور. يعني ايه جوه الفور؟ يعني في سكوب داخلي او extended سكوب. لازم ناخد الصم دي من هنا نحطها فوق. وبرضه لو ما فهمتش حوار السكوب من الفيديو ده ولا من الفيديو اللي فات متقلقش، هنشرح حوار السكوب ده وحوار البارامتر كله واحنا بنشرح الجافا. بس تعالى نشغل الكود ونشوف ايه اللي هيطبع. بيعمل بيلد، طبعا لنا 10 الناتج او الرقم اللي مش موجود في الاري. تعالى نحط هنا 10، نجرب مثلا نشيل رقم 3، اي رقم، كنترول F5 تلاقيه طبع رقم 3. في طريقة تانية لحل السؤال ده بس أعقد، ممكن يبقى نحله بعدين بس في فيديو تاني يعني عشان وقت الفيديو. بس أتمنى تكون استفدت. لو عندك أي استفسار هتلاقي الرقم بتاع الواتس في الديسكريبشن، ادخل كلمنا من عليه. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.